السلام عليكم، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا الجو اليومين دول شم النسيم وجو ربيع. وشم النسيم يعني الفسيخ والرنجة هنعملهم النهارده مع بعض بطريقة حلوة قوي قوي. وكمان هقول لكم طريقتين حلوين جدا لخلي الفسيخ وازاي تنضفيه بطريقة بسيطة جدا من غير تعب ولا مجهود. وهنعمله بطريقة حلوة قوي تديله طعم يجنن وبسيطة جدا جدا. الاهم طبعا والاضمن ان انت تكوني عاملاها في البيت. ولو هتجيبيها من بره من اي مكان يكون مكان مضمون وانت عارفاه كويس. ويكون كمان الفسيخ اللي عنده او الرنجة ضمن الجودة بتاعتهم وكمان الصلاحية بتاعتهم وكل حاجة. يلا بينا مع بعض نقول كل التفاصيل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض. كل واحدة فيهم معمولة كده بكيس ضغط لوحدها مع نفسها. هبدأ كده افكها معاكم وهبدأ اقول لكم انا هشتغل فيها ازاي. طبعا اول حاجة ان انا بجيب القطاعة بتاعة الخضار اللي عندي وهجيب عليها اكيس بلاستيك عشان ما بهدلش الدنيا عندي واظفر الدنيا في المطبخ كله. لا، يبقى كله في كيس واحد وبعد كده اقوم لماه ورميه على طول. خرجت اول فسيخيه معايا بالطريقه دي وهبدا اهم حاجه عندي القشر الخارجي بتاع الفسيخ. بيبقى كتير جدا جدا. وانا دي اكتر حاجه بتضايقني في اصلا وانا بنضفه. فهبدا اشيله كويس قوي. هفضل قدامكم دلوقتي هعيد وازيد فيه كذا مره لحد ما تبقى ناعمه معايا جدا ونضيفه معايا جدا جدا. بعد ما خلصت هبدا بقى اشيل الزعانف بتاعتها والديل وكل الحاجات اللي بتشال بالمقص زي ما كلنا عارفين طبعا. هبدا اخلص معاكم كل ده بالطريقه دي كده قبل ما افتحها وقبل ما اعمل بيها اي حاجه. وبعد كده اقوم شايله سلسله الظهر اللي ورا الجزء اللي ورا ده. وبعد كده كمان هشيل الراس بتاعتها. في ناس طبعا بتحب تمصمص في الراس كده بس انا ماليش فيها فقمت قطعاها بالطريقه دي. وبرده كل شويه كده خطوه مع كل خطوه والتانيه بنعم تاني بالسكينه اي قشر زياده موجود او اي حاجات فاضله كده من القشر عشان تبقى كويسه معايا وناعمه ونضيفه كويس جدا. بعد كده بقى ما اخلص الخطوه دي هفتحها كده معاكم من قلبها من بطنها. انا بوريها لكم قد ايه ناعمه، بصوا بوريكم حتى شكلها بان عليها الفرق. هبدا كده افتحها من جوه هتلاقوا قد ايه لونها وردي ونضيف وحلو جدا. وكمان مش تاخد معايا تنظيف من جوه كتير خالص لانها زي الفل. بصوا زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى اشيل الجزء الشفاف الاسمر ده كده. وبعد كده هنشيل السلسلة بتاعة الظهر بمنتهى البساطة. بصوا طبعا جبت سكينة تكون رفيعة وحامية شوية وهبدأ بقى اكحت بيها كويس قوي كده. والجزء اللي مش هيرضى يتشال معايا بالتكحيت هقصه اطرافه بالمقص زي ما هنشوف. بصوا رجعت تاني بالسكينة شلت القشور كل ما احس ان هي لامسة ايدي كده ولسه موجودة اقوم منضفاها تاني وشايله اي زيادات فيها تاني. هرجع تاني بقى للجزء الشفاف اللي جوه وبصوا بقت معايا حته كده رخمه مش عايزه تطلع. عادي جدا قمت شايلاها بالمقص. اهم حاجه عندي في السيخيه تبقى زي الفل ونضيفه. هبدا كده افصل ما بين طبقه اللحم وطبقه والسلسله بتاعه الظهر بالشكل ده. وبعد كده قمت بصوا خليها بايدي وشداها بمنتهى البساطه. مفيش اي حاجه خالص واي سفه رفيع متبقى. برضو بنفس السكينه الرفيعه هشيل بيها. بصوا ما فيهاش ولا سفايه وبقت جميله جدا وجاهزه للاكل. على فكره انا ماليش في الفسيخ اصلا وما كنتش عمري باكله. ولكن بعد ما جربت الطريقه دي بجد كلته كانت اول مره في حياتي اكله وماليش فيه قوي برضو لسه. ولكن طعمه عجبني بصراحه يعني حسيت ان هو ايه نضيف وحلو. قطعته زي ما انتم شايفين قطع كده مربعات صغيره وبدات اوزعه في اي علبه تلاجة عندك. واحط بقى عليه الزيت اللي تحبيه زيت زيتون زيت عادي. وهبدا كده بين كل طبقه والتانيه من الفسيخ احط شويه زيت علشان لما اخزنه هو ده اللي هيحافظ عليه لان طبعا مش هاكل كل الكميه مره واحده. هطلع التانية وخليتها بنفس الطريقة معاكم عشان ما حبيتش اطول معاكم وقت الفيديو. وبعد كده بصوا هبدأ اقطع برضو الفسيخية كده مربعات صغيرة على قد بس الاكلة. اطلع مربعين تلاتة ما جنب الاكل كده تبقى لذيذة قوي. وهرجع تاني احط كده اغطيها بالزيت كويس قوي بالطريقه دي كده من كل الجوانب. وبعد كده هبدا اجيب طبق تقديم بقى واطلع فيه القطع اللي انا هاكلها بس علشان هشيل الباقي في التلاجة بعد كده. اخد منه وقت ما احب يبقى هشيل كام قطعه كده. ما بلاش ابهدل كل الفسيخ بالليمون والطحينه علشان لو بقى منه حاجه تبقى نظيفه وحلوه ما تبقاش عليها اي حاجه. هعصر بقى ليمونه حلوه كده كبيره وهجيب كمان الطحينه بتاعتنا الحلوه وهبدا اوزع عليها. قد ايه طعمه كان يجنن والله بجد انا فعلا ماليش فيه ولكن كان طعمه نظيف وحلو كده.
دي كانت طريقه الفسيخ معانا. هبدا بقى الزياده اللي عندي هغطي كده غطا علبه التلاجة وهشيلها في التلاجة عندي، وقت ما احتاجها هطلع منها قطعتين 3 واحده حتى زي ما احب. واللي انا طلعته في طبق هيتاكل فوري على طول دلوقتي، مش هيبقى منه حاجه علشان ما شيلهوش هو فيه اي طحينه ولا ليمون. الرنج طبعا زي ما احنا عارفين عملناها كتير مع بعض وسهله جدا، ولكن دلوقتي برضه هوريكم طريقه الخليه بتاعتها. بصوا، ولا اي حاجه، شلت الديل والزعانف والحاجات دي. بعد كده هقوم فاصله الجلد واللحم من عن بعض من الظهر مش من قدام، وهقوم سحبه الجلد. بصوا بمنتهى البساطه، اللحم كله ظهر قدامي وزي الفل، ما فيهوش اي حاجه خالص. بصوا بسلاسه جدا قبل ما تشوي وقبل ما تعملي اي حاجه وهي زي ما هي. وبعد كده هقوم فاتحه بقى برضو من الظهر ومن البطن واخليها عباره عن مربعين كده في ايدي، او عفوا مستطيلين كده في ايدي، وهبدا اشيل كده سلسله العظم دي كلها مره واحده كده معايا. واي زيادات بقى بطروخ ملوش لازمه هشيله، بطروخ حلو هحطه في طبق منفصل. وهبدا انضف كده السلسله كده، اي لحم فيها حرام، مش هرمي فيها حاجات كتير. واول باول كده او منضفه عندي القطاعه بتاعتي بالطريقه دي عشان ايه ابدا انزل اللحم على نضيف كده، والدنيا تبقى رايقه معانا بقى من غير بقى ما مزفر الدنيا ومن غير ما المطبخ يتبهدل مني ولا اي حاجه. انا كملته معاك المرنج قطعتها مكعبات صغيره جدا، كنت عملتها في فيديو قبل كده، هو الفيديو كان مخصص للفسيخ اصلا فما حبيتش اطول كتير في الرنجه، بس عادي خالص. عملت جنبها بقى بطاطس وبصل طبعا بالخل بالليمون، عملت جبنه كده قريش وجبنه كيري طر شويه الدنيا مع بعضها وبس كده. انا طبعا الرنجة ليها طرق كتير جدا، في بالصلصة وفي ببشر البرتقال بيديها نكهة حلوة قوي برضو، وكمان في بالبصل في بالثوم. انا عملته معاكم المرة دي كده بالبصل والفلفل وقلبتهم كده، ما فيش تشويحة، بس دقيقتين على النار تشمها بس، وطلعتها معاكم بألف هنا وشفا. وكل سنة واخواتنا المسيحيين بصحة وسلامة، وكل سنة هم طيبين وكلكم طيبين وبخير وسعادة يا رب. اتمنى الفيديو يكون ما كانش طويل عليكم، واتمنى يكون واضح وسلس وسهل، وتجربوا طريقه التنظيف بتاعه الفسيخ والرنجه وتعجبكم. واسيبكم في حفظ الله ورعايته. واتمنى كمان لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناه اكلات فريده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.